بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكاذب، أيها الكاذب، أيها الكاذب، لو عندك الشجاعة تعال على المنصة عشان أكشف للناس إنك كاذب وحرامي. تعال وقول للناس العربية المرسيدس اللي خدتها من الإمارات باسم نادي الزمالك وديتها فين؟ وجايب حرامي أراضي بيقدمك، جايب حرامي فاسد، مش ده فلول الحزب الوطني؟ ها؟ أنا كنت فاكرك مجنون، لكن افتكرتك مش مجنون بس، انت مجنون وعبيط. أنا هوريكم النهارده هذا البني آدم الكاذب. بصوا يا جماعة، ممكن نسمع بعض؟ لو عندك الشجاعة تعالى اقعد جنبي هنا عشان أربيك وأعلمك الأدب، عشان ما تكذبش تاني. إنما أنت جبان، استغليت إن أنا مش موجود وكسبت. فين بقيت خيمتك يا كذاب؟ فين كريم؟ فين شريف؟ فين هاني شكري؟ فين؟ راح فين؟ شوفوا يا جماعة، نبدأ بموضوع الحفل. يا ابني ثانية واحدة نسمع بعض. يا ابني يا عبيط، الحفلات ما بتنجحش حد، ما بتنجحش حد يهبل. انا الخميس انا عمري ما عملت حفله قبل الانتخابات، عمري بعملها بعد ما انجح، تبقى هديه مش رشوه. اعضاء النادي المحترمين طلبوا مني اعمل لهم حفله الخميس ده. شوف انت عملت ايه. واحد، عملت شكوى لكمال درويش. يلا يا عم بيت اتفضلوا. الزمالك يستعين بالداخلية لحماية النادي من حفلات مرتضى بسبب رؤوف. اهو الافندي قدم شكوى، الحاقد اللي بيكره نفسه مش عايز حفلة. على فكرة مصطفى كامل نقيب المشرفين جاي دلوقتي لان هو اللي اتفق مع هيفاء ومحمد منير وجنات وإيهاب توفيق. كذاب، هو جاي دلوقتي عشان يقول لك انت كذاب. اثنين، اسألوا اسماعيل يوسف يقول لك انا كده. هو بيقول لك ايه؟ انه كلم هيفاء في التليفون. انت تعرف تليفون هيفاء؟ يا راجل وحياة النبي تعرفهم منين؟ وكل جرمان هيفاء تتحرش برؤوف جاسر. يا ابني هتعرفك؟ اشتكى، طلبني السيد مدير امن الجيزه وطلبني السيد وزير الداخليه مرتضى منصور. الاخ رؤوف عايز يبوظ الانتخابات، عايز خناق. تكمل وتعمل الحفله ولا تاجلها بعد ما تنجح؟ لا اجلها بعد ما انجح، وهنجح الرؤوف. مش هيطلع، مش هينفعك يا رؤوف، صدقني ما ينفعك، والله ما ينفعك. كان نافع نفسه، كان نازل انتخابات الترسانة. للأسف الشديد اللي كان صديقي في يوم من الأيام وقفت معاه كتير سنة 90 يا سيد، افتكر إن في لواء احتك بيك مرتضى منصور اللي ضربه في اللجنة. مرتضى يا سيد ونجحك سنة 90 ومن يومها انت قاعد مجلس الشعب. لكن مش مشكلة كل ده، مش مهم.